مرحبا بكم. هدفنا من بث هذه القناة هو إلقاء الضوء على الرموز الفنية الكبيرة التي لم تأخذ حقها من الشهرة والتقدير، واللي كتير منكم ما يعرفش عنها أي شيء، رغم إنها كانت مؤثرة وبشكل كبير في المسرح وفي الفن بصفة عامة. فقط لا تنسى الإعجاب والكومنت وتفعيل الجرس. أهلا بكم. لما نحب نتكلم عن المسرح لابد إننا نذكر الفنان الكبير عزيز عيد. عزيز عيد هو أول مخرج في تاريخ المسرح المصري. عزيز عيد هو اللي وضع أسس وقواعد المسرح اللي لسه ماشيين عليها حتى وقتنا هذا. عزيز عيد هو مكتشف حسين رياض ويوسف وهبي، عباس فارس، زكي رستم، محمود المليجي، ستيفان روستي، محسن سرحان، ومن الممثلات طبعا روزا اليوسف وفاطمة رشدي. اختلفت الآراء في تحديد مسقط رأس الفنان عزيز عيد. في رأي بيقول إنه هو ولد في لبنان وجعل مصر هو طفل صغير مع أسرته. في رأي تاني بيقول إنه هو ولد في محافظة كفر الشيخ في شمال الدلتا. اللي يهمنا إنه هو اتولد عام 1884، وكان الأب بيمتلك بعض الأفدنة اللي بيقوم بزراعتها. فجأة الأب بيخسر كل ما يملك وبيموت على أثر ذلك، وبيضطر عزيز عيد إن هو يصطحب أسرته ويرحل من كفر الشيخ إلى مصر المحروسة اللي هي القاهرة حاليا. وبعد بحث طويل بيستطيع عزيز عيد إنه يلتحق بوظيفة صغيرة في بنك التسليف الزراعي، وهناك بيلتقي بنجيب الريحاني بيجمعهم حب الفن. فكانوا بالنهار موظفين في البنك، وبالليل بيتجولوا ما بين الفرق المسرحية اللي كانت موجودة وقتها في محاولة منهم لإشباع هوايتهم وحبهم للفن. وقلوب الأحباب تصبح فرحانة لغاية ما بيستقر بهم الحال في فرقة أولاد عكاشة. وبعد فترة من العمل كممثل بيلمس فيه مدير الفرقة إمكانياته الفنية، فبيقرر إن هو يسند له مهمة الإخراج بجانب التمثيل. وبالفعل بيخرج عزيز عيد عدة مسرحيات للفرقة وبتلقى نجاح كبير. وفي وقت كانوا بيجهزوا لعرض مسرحي اسمه عواطف البنين، قام عزيز عيد بتوزيع الأدوار كلها ما عدا دور واحد كل بطلات العرض رفضوا القيام بيه. ليه؟ لأن الدور كان لسيدة عجوزة وهم رافضين إن هم يعترفوا بسنهم رغم تقدمهم في العمر. بيلمح عزيز عيد فتاة صغيرة في عمر 15 سنة واقفة على باب المسرح، بيناديها وبيعرض عليها الدور. طبعا الكل بيستنكر هذا وبيقول إن عزيز عيد مجنون، إزاي هيغامر بفتاة صغيرة ملهاش أي خبرة في التمثيل ويعلمها ويخليها بطلة الفرقة. لكن هو بيقبل التحدي. الفتاة دي كانت الفنانة الكبيرة روزا اليوسف. عزيز عيد بيقبل التحدي وبيقرر إن هو يحضر لها مدرس ليعلمها مبادئ اللغة العربية والقرآن الكريم، وبيتولى بنفسه مهمة تعليمها فن التمثيل والوقوف على خشبة المسرح. وبالفعل يوم العرض ترتدي ملابس وشخصية ومكياج السيدة العجوزة، وبتطلع على المسرح بتشجيع من أستاذها عزيز عيد، وبتنجح نجاح باهر أثار غيرة جميع زميلاتها من الفنانات. ومن العرض ده بتتحول هي إلى بطلة الفرقة. مشكلة عزيز عيد كانت إن الفرق الموجودة في الفترة دي بتقدم نصوص بعيدة كل البعد عن واقع وملامح المسرح المصري، وهو كان بيحلم بكاتب واحد متخصص في اللون الاجتماعي المصري، لغاية ما بيلتقي بالكاتب أمين صدقي اللي بيعرض عليه مسرحية بعنوان القرية الحمراء. المسرحية كانت من فصل واحد وبتحكي عن عمدة قرية كفر البلاس اللي كان
بيعمل عنده غفير اسمه زعرب، والغفير ده كان له بنت اسمها ست أبوها. العمدة بيغرر بالفتاة، والقرية كلها بتشتعل وبتقرر ان هي تنتقم لشرف الفتاة دي. العرض بينجح جدا، النص بيعجب عزيز عيد، وبيقرر انه ينفصل عن فرقة اولاد عكاشة ويكون فرقة صغيرة من ابنائه اللي هم نجيب الريحاني وروزا اليوسف وحسين رياض وستيفان رستي وغيرهم من تلامذة عزيز عيد. بيكونوا الفرقة وبيعرضوا النص اللي ألفه أمين صدقي اللي هو القرية الحمراء. بيلقوا نجاح، وبتبدأ الفرقة تتجول في القرى والنجوع والمديريات لعرض النص ده، وبتتوالى النصوص اللي هي من تأليف أمين صدقي زي مسرحية دخول الحمام مش زي خروجه، مسرحية خلي بالك من إيميلي، وغيرها من النصوص. في جولاتهم الفنية أحيانا كانوا بينجحوا وأحيانا كانوا بيقابلهم الفشل، فكتير من الأعضاء بقوا في حالة من السخط والاعتراض على الفقر وعلى المجهود اللي بيبذلوه. ومنهم نجيب الريحاني اللي قرر ان هو ينفصل عن الفرقة، وبالفعل خرج ومعاه ستيفان روستي، وقرروا ان هم يعملوا في مالها ليلي كان موجود في الوقت ده اسمه الابين دروز. بيقدم في الابين دروز بعض السكتشات الهزلية لشخصية ابتكرها اسمها كشكش بيه، ووقتها مرتبه بيرتفع من 60 جنيه ل 200 جنيه في الشهر، وطبعا ده كان مبلغ يعني ضخم جدا في الفترة دي. وبيبعت لصديقه عزيز عيد عشان يشوف النجاح اللي هو فيه. وفي البريك بيعرض عليه عزيز عيد نص مسرحي بعنوان العشرة الطيبة تأليف الكاتب محمد تيمور، وبيقول له انت حاليا معاك الفلوس واحنا معانا نص ممتاز زي العشرة الطيبة، ليه ما نحققش حلمنا ونقدم فن مسرحي محترم، الفن اللي حلمنا بيه العمر كله. بعد مناقشات بيوافق نجيب الريحاني، وبيتم إسناد بطولة الغنائية في المسرحية للمطرب زكي مراد اللي هو والد الفنانة ليلى مراد، والألحان كانت لسيد درويش. المسرحية بتلقى نجاح كبير، لكن في نفس الوقت بتلقى اعتراضات شديدة من العائلات التركية اللي كانت موجودة في مصر في الوقت ده بحجة إنها بتسخر منهم. لذلك بيقرر نجيب الريحاني إيقاف عرض المسرحية، الأمر اللي بيكون سبب في قطيعة بين الصديقين عزيز عيد ونجيب الريحاني. لكن مع أحداث ثورة 19 بيقرر كل الفنانين إن هم ينظموا مظاهرة تخرج من دار الأوبرا المصرية وتمشي في شوارع القاهرة مطالبة بعودة زعيمهم سعد زغلول، وهم بيرتدوا الملابس الفرعوني والفلاحي والبدوي عشان يعلنوا عن نفسهم. بيتقابل عزيز عيد ونجيب الريحاني في المظاهرة، وبيتم الصلح بينهم، وبتعود العلاقة مرة أخرى. في الفترة دي بيموت عبد الله باشا وهبي اللي هو كان أحد أعيان مديرية الفيوم، وعبد الله باشا وهبي كان بيمتلك ثروة ضخمة من الأراضي الزراعية والعقارات. ومعنى وفاته إن ابنه الفنان يوسف وهبي هيرث ثروة كبيرة. بمجرد ما عزيز عيد بيسمع الخبر ده بيقرر إنه يسافر إيطاليا ويخبر يوسف وهبي بوفاة والده، ويعرض عليه تكوين فرقة مسرحية جديدة. بيسافر فعلا عزيز عيد وبيعرض فكرته على يوسف وهبي، وبعد مناقشات عديدة بيقتنع يوسف وهبي وبيعود مع عزيز عيد إلى مصر، وفعلا بيبدأوا خطواتهم الفعلية لتأسيس فرقة رمسيس. الكلام ده حدث سنة 1923. كان الاتفاق في البداية الأمور الإنتاج والإدارة من اختصاص يوسف وهبي، أمور الفنية والإخراج من اختصاص عزيز عيد، لكن لكثرة تدخل يوسف وهبي في اختصاصات عزيز عيد الأمر ده أدى لحدوث مشاكل كتيرة بين الطرفين، الأمر اللي هيكون سبب في خروج عزيز عيد من الفرقة. لكن لما خرجت معاه الفنانة فاطمة رشدي.
بمجرد ما خرجوا من الفرقة كونوا فرقة مسرحية جديدة بتحمل اسم فرقة فاطمة رشدي المسرحية، وبيتزوج عزيز عيد من فاطمة رشدي وبينجبوا ابنتهم الوحيدة عزيزة. لكن لوجود فارق في السن كبير ده أدى لحدوث مشاكل كتيرة كان سببها المباشر هو الغيرة، لأن كتير كانوا بيحاولوا يتقربوا من فاطمة رشدي وده كان بيثير غيرة عزيز عيد وبيحدث مشاكل كتيرة، الأمر اللي أدى إلى انفصالهم. لكن ظل الود والصداقة مستمرة وظل عزيز عيد يخرج لها مسرحياتها، وهي تزوجت بعد كده من المخرج كمال سليم. ولأن فاطمة رشدي حست ان ظروف عزيز عيد المادية مش جيدة، طلبت من زوجها المخرج كمال سليم ان يسند لعزيز عيد بعض الادوار في السينما، لكن عزيز عيد ما حبش انه يشتغل مع كمال سليم، والتحق بالعمل في الملهى الليلي الخاص بالفنانة بيبة عز الدين. كان بيألف ويخرج بعض السكتشات. مجرد عمل بسيط يوجد به قوت يوم، واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن يستيقظ الوسط الفني كله يوم 1 مارس عام 1942 على نبأ رحيل عزيز عيد. لا شك إنها كانت خسارة كبيرة وفادحة. عزيز عيد أراد إنه يأسس مسرح مصري صميم، مسرح يجسد به كل مشكلات وملامح المجتمع المصري، لكن الظروف ما ساعدتوش. عزيز عيد أراد إنه يقدم مسرح مصري أصيل، مسرح يجسد به كل مشكلات وملامح المجتمع المصري، لكن الظروف ما ساعدتوش، وإحنا أردنا إننا نلقي الضوء على شخص هذا الرمز العظيم كي نعيد له حقه المفقود. شكرا لكم، لا تنسوا التعليق والكومنت وتفعيل الجرس. وعيون